السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم غادي نهضر على هذاك الموضوع اللي دار ضجه في مواقع التواصل الاجتماعي. وين كان هذاك الجان يخدم وحاط طابله تاع المحاجب تاعه ويبيع ويسترزق؟ وين جا هذاك اللي يخدم في الدوله، هذاك الدرك ولا الجدارمي ولا جو سي با اي مهنه تاع الله يسهل عليه. اصلا الانسان ما عندهاش قيمه، وانسان ماشي متربي. لانه التربيه عمرها ما كانت بلا تسلطوا على الناس ولا نحقروا كما نقولوا هنا، نحقروا الناس. لانه اي انسان يتسلط على انسان فقير ولا يحقره، هذا انسان ماشي متربي. كي رانا نشوفوا بلي المجتمع تاعنا راه ضايع، وخاصه اللي جان قرا تعب، ما كان لا خدمه لا صدمه لا مؤهلات لا ظروف اجتماعيه، ما كان حتى حاجه. نورمالمون الوقت اللي رانا فيه نورمالمون قاعد نخدموا وقاعد نلقوا بلايص، ماشي هو مسكين داير طابله وهذيك الطابله تعب عليها ومحول الصوالح والمحاجب ويخدم في الصوالح. تجي نتايا تقلب لها الطابله تاعو وميمطو تزيد تسبه بالكلام، يعني طيح له بوختو. نتايا لابس بدله، هذيك البدله عندها مبادئ، وهذيك البدله اصلا كي تلبسها عندها الاولويه تاعها على القيمه تاع قطعه القماش. يعني ماشي اي انسان يقدر يلبس هذيك البدله. هذيك البدله عندها رمز. الدوله عمرها ما كانت احتقار للناس ولا التسلط على الناس الضعفاء. الدولة عمرها ما كانت التسلط على الضعيف، بالعكس. على نقولوا احنا دولة، يعني الدولة هي اللي توفر الحماية للناس، هي اللي تساعد الناس، هي اللي تحمي الناس تلتجأ للدولة في حالة ضعف. ماشي احنا نشوفوا واحد فقير اللي يخدم على دارهم ولا باغي يبني سيتياسيون تاع مسكين في الحمان وفي السمش واقف وعيان والحياة والميزيريا والفقر، تجي نتايا انسان قليل التربيه اللي نورمال توقف معاه وتعاونه ولا تقلعها من جيبك وتمدها له ولا تعطيه ولا تمد له، ولا لا غير بكلمه تقول له غير الله يعاونك، ولا تبتسم معاه من باب الانسانيه. انت تجي تعايره وتطيح له وتقلب له الطابله تاعه. انا كون عندي غير شويه حكم نديرلك عقوبه صارمه باش المره الجايه تتربى وما تعاودش كما نقولوا حنايا تتسلط على الفقير. لانه الفقير يقعد فقير، وكاع مرينا بحاله الفقر. ماشي ربي يرزقك بشويه سلطه تتعدى على الناس، وخاصه الناس الفقراء. انا نعرف واحد راجل ولابس بدله يتسلط على واحد عنده الدراهم، على واحد عنده لوطوتيليا، على واحد عنده حانوت. ماشي نتايا تجي عند واحد واقف كاع النهار في السمش وفي الحمان وتعب ورافد، مسكين اللي فيه يكفيه باش يصور 100 للنهار ولا 150 في ظروف المعيشه اللي راهي غاليه، وتجي تخبط لها الطابله وزيد طيحها قدام الناس والناس يتفرجوا فيه. عيب كبير. هذا دليل على انك انت ماشي مربي، واللي جابتك ماشي مربيه. ونورمال مو يديروا لك عقوبه صارمه وتفوت للحبس على جال هذا الشيء. لانه الانسانيه والرجوليه عمرها ما كانت نحتقر الفقير. مين تبغي حقر واحد كيفك ولا واحد في المستوى تاعك. ماشي تجي عند واحد مسكين ما عنده لا سلطه لا حكم، حاصل غير في روحه شي ياكل، تجي تمارس عليه نتايا السلطه تاعك. حسبي الله ونعم الوكيل، وتخلصها في الدنيا قبل الاخره. ونتمنى يعني من السلطه، يعني الناس اللي في الدوله يقلعوا لها المنصب تاعه، باسكو انسان غير محترم وماشي مربي. وتحيه لهذاك الراجل، وتحيه لاي شاب يخدم الليل مع النهار ويتعب باش يجيب لقمه حلاليه. وبغيت نقول لك باللي يلي عندك منصبيه ويلي انت جدارمي ولا انت الدركي ولا الله يسهل عليك، اصلا لساني ما نقدرش نهضر عليك، باسكو انا نضيفه عليك ونضيفه على التربيه تاعي عليك. ينبهدل يلي ماشي مربي، يلي ما تعرفش الانسان اللي يخدم بالحلال. هذاك راجل عليك وسيد رجال عليك، وبالعكس هذاك انسان قوي وما شاء الله وتبارك الرحمن، لانه يجيب الدراهم بالحلال وبلقمه حلاليه ويدخل لدارهم لقمه حلاليه. الف تحيه لهذاك الشاب، الف تحيه. وكما نقولوا حنايا بارك الله فيك،
لانك تخدم خدمه بالحلال، ما راكش قاعد في القنت يعني دير في صوالح ماشي ملاح. وتحيه لاي شاب ولاي بنت ولاي ام ولاي امراه تخدم بالحلال وما تتكل على حتى واحد. وانت الانسان اللي ماشي مربي والمبهدل اللي ضربت له الطابله تاعه تخلصها في الدنيا قبل الاخره. ودير في راسك كيما تسلطت عليه غادي يتسلطوا عليك ويصرالك كيما اللي صراله، وباينه باللي راك عايش مدلول. لانه المدلول من يدلوه يدل على الناس الفقراء. وبغيت نقول لك بلي جرارة الدور والدنيا كده، ولا تمارسوا السلطه تاعكم على انسان فقير ولا انسان ما عندهش. ديروا في راسكم باللي جرارة الدور كما تدين تدان. الى اللقاء.